آخر كلام في موضوع وسام أبو علي. طب مين البديل؟ للأسف الشديد ما فيش حد هيعوّض وسام، ولكن هاقول لك الأهلي عايز يجيب مين مكانه، هاكلمك كمان على موضوع أحمد عبد القادر وأجيب لك الخلاصة بتاعته، هيكمّل والّا هيمشي، طب رايح الزمالك والّا رايح بيراميدز، كلام كتير أوي بقى عن الصفقة بتاعة الزمالك أو تقديمة صفقة الزمالك، وهي المدير الفني الجديد يانيك فيريرا. كل ده في حلقة النهارده، بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتصلّي على النبي وتشترك في القناة وتفعّل جرس التنبيهات عشان أي حاجة ننزّلها ييجي لك بيها اشعار. انا اخوكم عبد الرحمن بكر ودي قناه صايع كوره، ويلا بينا نبدا الحلقه. اخر التطورات في قصه وسام ابو علي، او يعني خلاص ايه اللي هيحصل بقى عشان احنا زهقنا وعمالين كل شويه نحرق في نفس الموضوع نحرق في نفس الموضوع. وسام ابو علي الريان القطري كلم النادي الاهلي بصفه رسميه ولكن بدون تقديم عرض رسمي، والريان اتكلم قال احنا عاوزين نتكلم مع وسام ابو علي، احنا عاوزين وسام ابو علي، والارقام اللي انتوا عايزينها هنديها لكم مفيش مشكله، وهم ما عندهمش مشكله فعلا في الارقام. والاهم من كده بقى ان اسامه ابو علي ما عندوش مشكله انه يطلع لقطر. الفكره كلها ان لما كنت بتكلم على موضوع وسام وانه يطلع والكلام ده، قلت طبيعي جدا وان راجل عايز يحترف ويشوف مستقبله وكده، ولكن تبقى انت طالع على الدوري القطري، انا بالنسبه لي هي دي المعضله. انا ما عنديش مشكله اللي يجي النادي الاهلي اهلا بيه، واللي مش عايز يكمل في النادي الاهلي عمرنا ما هنمسك فيه، ده الطبيعي جدا وده البديهي بتاع النادي الاهلي على طول. فرق المرتب وفرق الفلوس وفرق الارقام، كل ده انت اللي في الاول وفي الاخر اللي بتحسبه بالنسبه لنفسك، لان انت الوحيد اللي مستفاد كلاعب يعني. ولو انت كلاعب برضه جيت فكرت فيها، طب انا اخد هنا مثلا 30 40 مليون، اروح هناك اخد 150 مليون، فانا بالنسبه لي لو انا موهبه وبفكر في الفلوس يبقى انا هدفن نفسي. واللي هيحصل مع اسامه ابو علي انه فعلا هيدفن نفسه لما يروح الدوري القطري. ما اعتقدش يعني ان الراجل لما يروح الدوري القطري هيطلع منه على الدوري الانجليزي مثلا او الدوري الالماني او الايطالي. فايا كان المهم ان موضوع اسامه ابو علي منتهي. قلت لكم قبل كده في نفس المكان ده ان وسام مش مكمل، وطلعت اتكلمت بعد القرار وقعدتوا تقولوا لي لا ازاي ده الاهلي منزل قرار، الاهلي الكلام ده كله. الاهلي بيعمل كده عشان يوضح للجمهور ويوضح للناس ان بصوا يا جماعه انا عايز وسام ابو علي، احنا كاداره النادي الاهلي عاوزين وسام ابو علي، ولكن وسام هو اللي مش عايز يكمل. ففي الحاله دي وسام غير وسام، لو عندنا مين اجمد لاعب في الدنيا كلها لو موجود في النادي الاهلي مش عايز يكمل بمزاجه في النادي الاهلي، عمرنا ما هنكون عاوزينه يكمل. وخصوصا ان اللاعب لما دماغه بتتربس على حاجه الموضوع خلاص انتهى. طبعًا ناهيك بقى عن حتّة إن أنت ولادك كتير أوي عملوا معاك كده، وأبرزهم وأولهم رمضان صبحي، اللي كان وقت لمّا عايز يطلع الدوري الإنجليزي طلع كابتن محمود طاهر أو المهندس محمود طاهر وقال لك إن رمضان صبحي لوى دراعنا وضغط علينا عشان خاطر يطلع يحترف. فما بالك بقى في باللاعب المحترف أو اللاعب الأجنبي بمعنى أصح يعني. أسامة أبو علي كان متّفق مع الإدارة إنه لمّا ييجي يا جماعة لو جالي عرض أجنبي، وطبعًا الكلام ده كان بوجود جاكوب اللي هو الوكيل بتاعه، لو جالي عرض أو الكلام ده كلّه ما توقفوش في مسيرتي الاحترافية، وإحنا فعلًا ما عندناش مشكلة، هتطلع بقى لأجنبي، هتطلع بقى لعربي، أنت حُر يعني. المهم إن موضوع أسامة أبو علي خلاص منتهي، الفكرة كلّها في الفلوس. الأهلي خلاص 100% هيبيع وسام، ما فيش كلام على كده، حتى لو الريان القطري ما وصلش مع النادي الأهلي للأرقام اللي هو عايزها، اللي هم 10 مليون و2 امتيازات، لو وقفوا مثلًا عند 9 كده توتال أو 10 توتال، أعتقد برضه إن الأهلي هيوافق وخلاص تبقى خلصت كده. طب مين بقى بديل وسام أبو علي؟ أو بلاش نقول بديل، لأن بصراحة وسام كان يعني كان صعب أوي إن هو يتغيّر أو يتبدل أو حد ييجي يعوّضه، لأن وسام بيعمل كل حاجة ما شاء الله، رأسيات، رجله اليمين، رجله الشمال، كرات ثابتة، لا، لأ عالمي يعني. فللأسف الشديد النادي الأهلي بيفكّر جديًا في موضوع مصطفى محمد. أنا بالنسبة لي أنا مش عايز مصطفى محمد في النادي الأهلي. هتقعد بقى برضه تفضل شاغل بالك بإنها تبقى ضربة موجعة مؤلمة لنادي الزمالك، يبقى أنت كده ما بتلعبش كورة عشان نَفْسك بقى، خلاص يبقى إحنا كده بقينا بنلعب كورة عشان خاطر الزمالك. إحنا من ساعة ما ركّزنا مع الزمالك ما خدناش بطولة، من الموسم اللي فات ما خدناش دوري أبطال أفريقيا، خدنا الدوري بالعافية بس، غير كده ما خدناش. قبلها إحنا طول عمرنا الحمد لله ماشيين تمام بالسكواد اللي هو إيه، يا دوبك بالزق محمد شريف وقفشة وحسين الشحات وطاهر وبناخد دوري أبطال أفريقيا ومتعشية على كده خالص. هتقعد بقى تقول لي مصطفى محمد وأصل هاضرب الخصم في مقتل وأصل ما أعرفش إيه، فكك من الكلام ده. أنا شايف إن أبرز حد لازم يكون موجود أسد الحملاوي، أو تبيع حد من الأجانب اللي موجودين وتجيب مكانه أجنبي جامد جدًا يبقى مهاجم وبراحتك بقى، معاك فلوس، مش كل مرّة هنبيع لاعب ونقوم واخدين الفلوس ونقول معانا فلوس وفي الآخر ما بنجيبش حد ولا بنعمل حاجة، وغيرهم طبعًا ساعة موضوع إيفونا، وليد أزارو لمّا حاولت تبقوا عليه وفي الآخر طلّعته تقريبًا ب$800,000 والّا ب$700,000 كان كلام فاضي يعني. فأول حاجة لازم تحصل إن أسامة أبو علي لازم يمشي والموضوع منتهي. البديل بتاعه لو هتجيب لاعب أجنبي يبقى لازم تبيع جراديشار، لو هتجيب مهاجم أجنبي لازم تبيع جراديشار.
ما تجيبليش 2 مهاجمين أجانب في فريق واحد يعني، ما ينفعش يعني الكلام ده أصلًا، أو قصدي في مركز واحد يعني. ده بالنسبة لموضوع المهاجم. بالنسبة لموضوع البديل زي ما قُلت لك أسد الحملاوي. أسد الحملاوي قيمته التسويقية تقريبًا $800,000 والشرط الجزائي في النادي بتاعه $1,000,000. تدفع ال1,000,000 تاخد أسد الحملاوي، مهاجم صغير في السن، عنده إمكانيات كويسة وجايز جدًا يطلع برضه كويس وتبقى أنت اكتشفته، والعين اللي جابت وسام المفروض تشتغل عشان تبقى حاطة بدايل لغير وسام، لإن وسام مجرد ما يطلع من عندك لازم يكون البديل مخلّص وجاهز وموجود في النادي الأهلي، عشان لمّا الناس تبقى عارفة إن أنت معاك المبلغ الكبير اللي خدته من وسام أبو علي، هيضغطوا عليك في الأسعار، وأبو مليون هيبقى ب3 وب4 كمان. بالنسبة لموضوع أحمد حمدي عبد القادر، أنا كنت اتكلمت فيه في لايف كده، لو ما شفتوش هتلاقيه موجود وهاسيبه لك برضه في الأي اللي فوق. اتكلمت على موضوع أحمد عبد القادر إنه كده عبد القادر لو كاله جنيه زيادة برّه النادي الأهلي هيطلع ما عندوش مشكلة. والوقتي ما بقاش موضوع جنيه زيادة، الوقتي عبد القادر فاضل في عقده سنة، يعني شهر 1 اللي جاي أو الانتقالات الشتوية اللي جاية يحق ليه التوقيع لأي فريق ويروح بقى في شهر 6 اللي هو إيه، نهاية الموسم اللي جاي ده. إيه اللي هيتم مع أحمد عبد القادر؟ بصراحة أحمد عبد القادر هو لعيب ما عندوش mentality، هو عنده إمكانيات وعنده مهارة وكويس فنيًا، ولكن ما عندوش mentality. هنا مش مضبوط، هنا مش كويس. النادي الأهلي اتكلم معاه، عبد القادر شايف إن هو يا إما تضمنوا لي إن أنا ألعب وده مستحيل يحصل في النادي الأهلي، يا إما تمشوني، ادوني الاستغنى بتاعتي ومشوني، أو طلعوني لأي فريق بيع، لكن أنا لا هاجدد ولا هاطلع إعارة، بس خلاص. يا اما بقى تسيبوني اقعد معاكم الموسم ده وانا راضي فيكم وانتم ترازوا فيا ونشوف مين اللي هيرخم على التاني اكتر يعني. ده موضوع عبد القادر. إيه اللي هيتم معاه الله اعلم، انا ما عنديش معلومه غير اللي انا بقوله لك ده بالظبط. هنخش عليه بعد كده على اشرف بداري، اللي الحاج داري طلع وقال ان هو عنده عروض وعنده ناس عاوزين اشرف، فيا مسهل يا رب ان شاء الله يكون في اي نادي. احنا متهيأ لي لو الاهلي وصل له على الاقل 2 مليون دولار، حتى المبلغ اللي هو يا دوبك بس دفعه في الصفقه، الاهلي مش هيبقى عنده مشكله واشرف داري هيطلع. الفكره بقى انت هتجيب مين؟ انت كل ده مش عارف تخلص في ياسين مرعي، هتطلع لي اجنبي ده جميل قوي، هتجيب مين مكانه؟ فلازم اداره النادي الاهلي والسكاوتنج يشتغلوا اكتر من كده شويه يا جماعه. انتوا جبتوا صفقات قويه قوي في الهجوم ولكن عايزين فيرود، وقلنا ووسام موجود ان احنا محتاجين مهاجم. لازم يكون في مهاجم، في حاله بقى وسام اتصاب، في حاله بقى وسام مشي زي دلوقتي كده، لازم يكون في حد موجود. المدافعين لازم يكون في مدافعين، احنا ما عندناش حاليا مدافعين. محمد عبد المنعم كان في كلام من النادي الاهلي معاه، وان الاهلي بمعنى اصح كده بيستغل ان عبد المنعم مصاب ويحاول بقى انه يتكلم معاه يرجع على عقد فئه اولى ممتاز او فئه اولى، بس اللي هو يعني ايه، يبقى زي تريزيجيه كده بتتكلم مثلا في $1,000,000 في الموسم او 900,000، يزيد او يقل على حسب الاتفاق. فموضوع منعم كده مش موضوعنا دلوقتي، لان منعم على الاقل لسه قدامه لنهايه الموسم اللي جاي يعني، ده على الاقل يعني لو هيرجع هيبقى على الاقل بعد شهر 3 ولا شهر 4 في اخر الموسم والموسم بيخلص يعني. ناحية اليمين لسه برضه ما فيش كلام، ما اتكلمناش في أي حاجة خالص. طب في حاجة مهمة جدًا عايز أكلمكم فيها وهي إليو ديانج، إن أوجست منصور لو النادي الأهلي أتم التعاقد معاه بنسبة كبيرة جدًا، إليو ديانج لو جه فيه $3,000,000 3.5 هيطير على برّه وخلاص كده يبقى ما فيش إليو ديانج وأوجست منصور هو اللي هيكون موجود. ناحية الشمال حتى الآن شكري ولا شيء إلا شكري، شكري بنسبة كبيرة جدًا خلاص الموضوع خلص فيه، لكن لا الأهلي بيفكر في أجانب ولا الأهلي بيفكر في حد تاني، ولا الأهلي في على راداره أي حد في الخط الدفاعي كله. خط النص زي ما قلت لك أوجست منصور، وقدام اللعيبة اللي موجودة بتاعتنا حسين الشحات مكمل، قفشة مكمل، مفيش حد فيهم خارج. النادي الأهلي قال إن اللعيبة دي مكملة معايا، ولكن لو حد فيهم جاب عرض وعايز يمشي، لو العرض يتناسب مع اللاعب ومع النادي الأهلي، ساعتها النادي الأهلي هيقول له باي باي. الموضوع اللي بعد كده وهو موضوع يانيك فيريرا، التقديمه اللي فعلا انا ما شفتش اي حاجه فيها ملفته ولا حاجه جامده ولا حتى فيها ابتكار. اولا فكره التقديمه دي انت اكيد واخدها من محمد علي بن رمضان، اللي ميديا الاهلي لسه عاملاه بطريقه مرعبه بجد، وكانت تقديمه قويه جدا. الزمالك خد الموضوع شف شويه الكلام ده، لبس يانيك فيريرا شويه لبس كده مهلهل كده او لبس كبير عليه شويه، الراجل وافق ما اعرفش باي منطق. وجه بعدها الراجل مسك القوس وقام عامل كده ومنشن على العلم الاحمر، العلم الاحمر وقع متقطع والكلام اللي انت فاهمه ده. انت كده اللي بدأت اهو، وانت اللي بتزعل ساعة اعلان اتصالات، وانت اللي قعدت تعيط واتصلت بالشركة وقلت يا جماعة لا انتوا بتسيئوا للزمالك واحنا ما اعرفش ايه وي 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 وي. فانت دلوقتي اللي بدأت وبدأت رسميا يعني، احنا كان ساعتها معلن او راعي من الرعاة هو اللي عامل الاعلان، مش النادي الاهلي اللي عامله وبيركز معاك. انت اللي عملت
فانت لا تستحمل، واستنى ان اي صفقه تتعمل للنادي الاهلي فعلا بجد ممكن يكون فيها ايحاء صعب جدا على نادي الزمالك، وساعتها ما حدش هيقدر يتكلم في اي حاجه، لان خلاص انت بدات وانا ابدا ونقعد نلعب مع بعض وخلاص، والمنافسه الشريفه والمنافسه الحره، وهنشوف مين بقى اللي هيعيط في الاخر. والى هنا اعزائي السادات والساده بتنتهي حلقه النهارده، الحلقه الخاصه بموضوع وسام ابو علي والصفقه الجديده او المدير الفني لنادي الزمالك وعبد القادر واشرف داري وكل الكلام الجميل اللي اتكلمنا فيه ده. قبل ما تقفل بقى الحلقه لازم تصلي على النبي وتعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه، وكمان تفعل جرس التنبيهات عشان اي حاجه ننزلها يجيلك بقى اشعار. انا اخوكم عبد الرحمن بكر، ودي قناه صياع كوره. دمتم في امان الله، سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده على قناه صياع كوره، وسلام عليكم.